السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة كويزين مازا. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نخدم معكم وصفة تاع ترقات تاع الزيتون على طريقتي. وصفة بالزيت، زيت الزيتون ولا زيت المائدة، وصفة بالماء. وصفة صدقوني انها تستاهل التجربة، من بنتها ما تتشبعش. عاوليكم ما شاء الله بريزونطابل، يعني تمديه لضيافك، تاكليه انتيا بنة خيالية. سيوه وجربوه وردوا لي خبر. هذا ما حنقول لكم. المهم أنا راح مديت لكم، حاولوا تكملوا الفيديو حتى النهاية لأني مدة فيه كامل ليستيوس تاع الطريقة تاع الطرقات. يعني واللي ما عندها أي سؤال أو أي استفسار تقدر تخليه لي في التعليق. لكم الخضرة اللي نديرها معه بنة خيالية، صدقوني جربوه وردوا لي خبر. كي نقول لكم وصفة تستاهل التجربة، تستاهل التجربة. هذا الزيتون هاهو لكم، ونوريكم كامل الأسرار باش ينجح معاكم وباش يجيكم أبني. جربوا الوصفة وردوا لي خبر. ملاحظة فضلا وليس أمرا، تحبسي الفيديو، تعطي تحت ديري جيم، تخلي تعليق، ولي أول مرة تشوف الفيديو دير اشتراك باش يوصل أكبر عدد ممكن يستفادوا به، وتخليها حتى انتي صدقة جارية عليك، لأن بهذه الطريقة رايح تعمل فايدة علينا كامل باذن الله. نجوز المقادير مع طريقه التحضير. اللي انا عندي كونتيتي من الزيتون، على بالي منش راح نخدمها ميم جوغ، حطيتها في الماء ونبدا نفد بالعقل ونخدم. هذه لاستيس اللي عندها كونتيتي تاع الزيتون، لو كان تطول فايت سمانه راهي رايحه تبال معاها. نحكم الزيتون تاعي، نحكم الازرق كما راكم شايفين، حطوا اكوتي، ونحكم يعني نفرز الكحل من الازرق منها اللي نص نص كما راكم شايفين. هاوليكم كما شفتوا، وكل وحده نحط اللون تاعها بجهه، ونحكم الزيتونه تاعي باغ اكزومبل. كاين اللي يقطعها كيما هكا، وكاين لا اللي يقطعها يدير فيها 4 خطوط ولا 3. المهم انا نخدمهم بهذه الطريقه، كل واحد وعنده الاختيار في الخدمه تاعو ليسونسيال. اما بالنسبه للازرق هذا كم شايفينه، كاين اللي كيما انا كاع نديرو كيما هكذا، بس هذا شويه يقعد معايا روطه في الماكله، وكاين اللي يكون مقلق فيه يكسرو. المهم دوك نكمل كامل معايا هذا الزيتون، نديرو في الماء ونخليه يطيب بيان. وانا راح نبدا من بهذا النواغ، توجور اللي طيب بزاف هو اللي تبداو به، لانه بالخف يطيب. هذا نبدل له يعني يومين ولا يطيب معاك، سورتو كي تبدلي له صباح وعشيه. بالنسبه هذا الكحل. اما الازرق تقدري الا كنتي مقلقه فيه وما عندكيش الكحل، تقدري تغسليه بالماء السخون ثاني 3 جوغ 4 جوغ، تسيبيه طيب معاك وتحضريه نورمال. المهم دوك نروحوا للخضره اللي حنديروها معاه. اللي انا بعد ما طاب معايا الزيتون بيان طيب بيان، حكمت الخضره تاعي انا زروديه لهنا، ودرت البسباس قطعهم بتيكارو كيما راكم شايفين، حطيتهم في ريسيبيون وزدت عليهم القرن تاع الحار. القرن تاع الحار انا على درتو في هذه المرحله، على جال ما عنديش المرقد، لو كان عندي المرقد ما نديروش في هذه المرحله، نديروه بعد ما يطيب معايا هذه الخضره. وزدت عليها شويه تاع الملح، وزدت عليها مغرف تاع خل، وزدت عليها حبه تاع القارص عصرتها كامل المليح، وزدت عليها او قصتها تماك في الخضره تاعي. على واش باش ما تكحلش معايا الخضره. انا على قلت لكم الطيب يعني كي شغل الخضره تدخلها طياب، حكمت الماء غالي بيان فرغته عليها، وخليتها حتى كي برد معايا الماء ودخلها طياب، خير لا نطيبها فوق الغاز. بعد ما بردت الخضره حكمت الزعتره تاعي كيما شفتوا، حبيبه تاع القزبر كيما شفتوا، دقيتهم بيان وجبت الخضره تاعي هاي لكم بعد ما صفيتها مليح، يعني لازم نصفيها ملح. وراح ندير عليها هذوك اللي طحنتهم وزدت عليهم البوف الجوخ ولا واش اسمه هذاك حميس هذاك، وزدت عليها فلفل عكري مدخن، واللي ما عندهاش المدخن ادير فلفل عكري عادي، واللي عنده هريسه تقدر تضيف هريسه، تقدر دير فلفل دريس. ومن بعد ضفت عليهم الزيت الزيتون عليكم، خلطتهم بيان وبديت نعمر. ملاحظه قلت انا الحار لا درته في المرحله الاولى، قلت لكم لاني ما عنديش المرقد. ومن بعد عمرتهم كيما شفتوا. دوك نروحوا لتاع الماء هذاك بزيت الزيتون ولا بزيت تاع المائده كيما تبغوا. اللي هنا لي زانغريديون اللي درتهم كنت حاسبه راني نصور صدتهم راحوا لي، راح نكتبهم لكم كامل في صندوق الوصف. المهم كيما شفتوا قلت لكم راح نكتب لكم كاع المقادير. خلطت المقادير. ملاحظه اللي هنا الخضره قطعتها شويه كبيره، وتقدروا تخلوها خضراء نورمال، وتقدروا ديروها ميم بالطريقه اللي شفتوني درت بها الاولى. على واش باسكو الخضره كاين اللي يديرها خضراء بعد ما تقدريش تاكلوها، يعني ياكلوا غير الزيتون ويرموا لك البسباس والمزروديه. بصح كي ديروها زعما ديروها بالطريقه اللي درتها في الوصفه الاولى
تاع انكم تدخلوها في الماء ويدخل لها الطياب، تجيكم ساهله في الماء، يعني تاكلوا كلشي الخضره كامل تنتكل. بصح الا حطيتوها برك خضره مع الزيتون كيما هكايا راهي رايحه، الخضره تبقى لكم تجيكم كي نقولوا حنا قاسيه ما تنتكلش. إبا هذه نصيحة كيما تبغوا ديروها خضرا، تبغوا ديروها بالطريقة اللي درتها أنا كيما راكم شايفين عيونيا. الخضرة اللي هنا خليتها نص طياب باش عمرتها وخلطتها لنا. قلنا لي زانغريديون كاع راح نقول لكم أنا نكتبهم لكم وراح نسيبهم في صندوق الوصف بإذن الله. عمرتهم في البلارات، دوك راح نوريهم لكم عامليكم ما شاء الله أقسم بالله ما يتشبعوا. صدقوني راني نهضر معكم. واش هو الخضرة تاع اللي بالزيت تاع الزيتون، تاع الزيتون اللي بالزيت مع الخضره تاع الزيتون اللي بالماء. تاع الماء كبرت الخضره فيه خشنتها شويه كما راكم شايفين. اما تاع تاع اللي بالزيت الزيتون او بزيت المائده كيما تبغوا نتوما درتها رقيقه على واش كيما اللي يتباع. كاين واحد الزيتون هذاك كاسي، هذاك اللي يديروه هكا كي نقولوا له حنايا، هذاك الزيتون اللي يجي محمص يخدموه بهذه الطريقه الخضره تاعو. هاوليكم زيت الزيتون يعني حاجه صحيه ما شاء الله، كل شيء طبيعي في طيبي. وكيف تعرفوا بلي الزيتون تاعكم طاب؟ كي تضغطوا عليه كيما هكا ويتفركت ما بينه وبين الحبه، ذاك الوقت ديروا الترقاده تاعكم اللي درتها لكم وشفتوني خدمتها معكم. هاي لكم الزروديه، يعني تاكلوها تسيبوها هذه خلاطيه تاكلوها نورمال. اللي هنا في هذا تاع الزيت. اما هذاك تاع الماء لو كان ما تخدموش بالطريقه هذه تاع الزيت رايح الخضره تاعكم ترموها تاكلوا غير واش تاكلوا الزيتون تخلوا الخضره. المهم قلنا لهنا في هذا تاع الماء تقدروا تقطعوا الحار نورمال كيما راكم شايفينه، وكيما تقدروا ديروا قرونه مرقدين يطلقوا شويه، يعني زعما على حسب ما تحبوا نتوما الحروريه. كاين اللي يبغي الحار يقطعوا كيما هكا وخليه يطلق البنه ما شاء الله، واللي ما يبغيش الحار يعطي غير الكو برك، يرمي واش اسمه، يرمي الكركرونه تاع الحار ويخلوه غير الكو برك. المهم هاوليكم كيفاش تعرفوه باللي طاب، حتى تفركتوا على العلفه ذاك الوقت تعرفوا باللي الزيتون تاعكم موجود. صدقوني وصفات تستاهل التجربه.